كان رايح يفتتح سينما جديدة في المنيا مع المحافظ، كان ساعتها هو وكيل وزارة الثقافة. وطلع مع المحافظ واقفين في البلكون اللي فوق، الدور اللي فوق، والناس كلها عماله تسقف وتشاور وكده، والمحافظ فاكر ان الناس بتهنيه هو يعني بتحييه. فقالوا له لا يا فندم، ده المحافظ ده عشان الاستاذ سيد بدير. قال لهم سيد بدير يعني ماله يعني؟ قالوا له ما هو ده ممثل وعامل افلام كبير رحميه، وعامل افلام مش عارف ايه وفيلم كده وبيكتب. فراح الراجل مدور وشه، دور ظهره، وما رضيش يبص له ويكلمه بقيه الزياره كلها، عشان ده فنان وبيمثل وبتاع وكده، فده اوطى من ان انا اتعامل معاه يعني. فمن ساعتها هو زي ما تقولي اتعقد بقى اللي حصل له كده. قال خلاص انا مش همثل تاني، وبطل يمثل تاني بقى بس بيعمل الكتابه والاخراج للمسرح والسينما والبتاع وكده. وكان من اواخر المناصب اللي كان فيها كان رئيس هيئه السينما والمسرح والموسيقى في مصر.